كي يجوا الدراهم في جيبه كأنه النار شعلة في جيبه، لازم يصرفهم، لازم ما يباتوش عنده. اللي عنده سحر الفقر ومحق المال ما يخبيش الدراهم وما يقدرش يخبي، رغم المحاولات المتكررة بيخبي وما يقدرش يخبي. كي يجوا الدراهم في جيبه كأنه النار شعلة في جيبه، لازم يصرفهم، لازم ما يباتوش عنده، لازم لو كان يمدهم المهم ما يبقاوش عنده ذاك المبلغ. الشيء الثاني، اذا سلف دراهم الواحد ينساهم تماما وما يحوش عليهم، وكان ما يجيش الانسان هذاك يذكروا باللي سالو ينسى باللي سالو، ولا اصلا هو تفكر الانسان هذاك باللي سالو دراهم يخاف الى يروح يقول له يا ودي رجع لي دراهمي، تبقى الرهبه، يبقى يتوسوس يقول له كان نقول له يزعف مني وبالك كذا وبالك كذا وما يحوش على دراهمه، ويلا جاوه الدراهم لازم ما يباتوش عنده ولازم يصرفهم، ويلا حب يخبي ما يقدرش يخبي، يروح يخدم ما يخلص، ما مسيد يقولوا ما خلصكش تجي عادي، ما يحوس ما يكسر راسه، ما يقولوا خلصني، ما يسعى ما يحوس ما يكسر راسه. تكون حاجة ذات قيمة مثلا ندير 70 مليون يطلوا فيها 20 يبيع، يقول لك نورمال عادي جدا، ويبيع بالخسارة ويشري بالخسارة وما يهموش في المال، كل ما يوليش يعطي أهمية للمال، يولي عنده المال كما تراب، يعني يجي ولا يروح عنده كيف. هذا هو سحر الفقر ومحق المال، ما يخليش عندك سنتيم، والصوالح اللي عندك ذات قيمة قاعد تبيعهم تصرفهم وترجع تحت الصفر ماشي للصفر. مع تحية الشيخ الراقي والمعالج والباحث والمدرب أبو تقي الله الجزائري.